اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالأجر وغفرت ذنبه يا رب يا رب يا رب. ختم الله صيامكم بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول وجعل عيدكم فرحة وبهجة وسعادة لا تزول. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. كل عام وأنتم بخير. معادنا إن شاء الله بإذن الله مع فيديو تنظيفات العيد. عايزة أقول لكم أنا كنت محتاسة ومحتارة أبدأ منين. عارفة أنت داخلة في مود روتينات رمضان وكل يوم ليكي روتين وحاجة معينة، عايزة تطلعي من الروتين ده بتستعدي لحاجة جديدة اللي هي العيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. المطبخ الحمد لله إلى حد ما محافظة على تنظيفه، وعلى ذلك كان محتاج شوية رتوش كده بسيطة هعملها معاكم، وهعمل معاكم أهم تنظيفات البيت النهاردة اللي هي لو عملتها يبقى أنا كده البيت بالنسبة لي فعلا خلص. عايزة أقولك بقى شجعيني بلايك في ظل الظروف ودي الوقت اللي احنا فيه. صورت لكم عن شيء أشجعكم معايا، وإن شاء الله بإذن الله تستفادي من الفيديو ده. أول حاجة حسيت إن البوتاجاز هو اللي محتاج فعلا تنظيف عميق، لأن البوتاجاز طبعا طبخ بقى وهلك وحاجات من دي، فقلت هغير ورق الفوم. ورق الفوم حبايبي أنا بحطه علشان إما يحفظ لك العيون عشان تحافظي على شكلها، وإما علشان يعني إيه تداري شكل العيون الوحش، فأنا بستخدمه عشان أداري شكل العيون اللي بايظة عندي. وكل شوية أقول عشان حبايبي اللي بيدخلوا جديد ما تحطيش على عيون البوتاجاز أي باور ولا أي سيترس ولا منظفات لأنها بتبوظه. عشان تزيلي دهون الفوين والحاجات دي شوية خل وبريل أو صابون مواعين هيبقى زي الفل. جبت بقى الورق الفويل وغطيت العين كلها، بس ببينلك ايه الحاجة عشان يبقى امان في الاستخدام. بتشيل الحاجة الدايرة اللي تطلع النار دي علشان يبقى امان معاكي في الاستخدام لغاية هنا تمام. ودي اول حاجة كده كانت محتاجة معايا فعلا في المطبخ تنظيف عميق. خدت عيون البوتاجاز بالمية اللي انا نقعت فيها العيون اللي هي عبارة عن خل وصابون مواعين بس. لو الدهون عندك قوية ممكن تحطي عليها شوية كربونات أو بيكنج صودا، ولكن كان برضو ايديا فيه ما كانش حالته صعبة، يعني كان الحمد لله إلى حد ما كويس. هنا كان بس في شوية حاجات بسيطة على البوتاجاز شلتها كده بفوطة، وبعد كده نقعت برضو سطح البوتاجاز في شوية خل وصابون مواعين سخنين قوي، مية سخنة قوي عشان لو في أي دهون يقضي عليها على طول. وبسلكة خشنة لازم تبقى يعني حاجة كده تقدر تدعكي بيها كويس قوي. قلت هاجي على كل الاماكن وبقى والثنايات وكده علشان اشيل الدهون منه. وطالما بالنسبه لي البوتاجاز نظفت الدهون بتاعته يبقى المطبخ بتاعي نظيف. هنا بقى حبايبي هنيجي للنقطه اللي كنت بقول لكم عليها قبل رمضان. طب انتي هتنضفي يا ام علي على العيد تاني؟ ايوه، تنظيف بسيط زي ما انتوا شايفين كده، ولا قلبت الدنيا زي قبل رمضان ولا حاجة. ليه؟ لأن تحت البوتاجاز زي الفل والحيطان زي الورد وكل حاجة تمام التمام، يمكن منضفاها قبل رمضان مباشرة. فالحاجة لسه نظيفة وكان ايديا فيها برضو على طول، ما كنتش سايباها الفترة ديت الشهر ده، وعلى ذلك الموضوع بقى بسيط في التنظيف معايا. وهي دي فايدة تنظيفات رمضان بقى، بنيجي دلوقتي في زنقة قبل العيد بنشوف الفايدة بتاعتها. رصيت الحوامل عملتها بالميه اللي باقيه من اللي انا نقعت فيها العيون، كانت برضو ميه سخنه قوي مع الخلطه اللي انا عاملاها، وغسلت بها اللي هي حوامل البوتاجاز. جيت بقى على الارفف الخارجيه في المطبخ يا بنات بفوطه فيها شويه خل تمام وشويه صابون، ورحت ملمعه كل حاجه من بره، بس يعني كل حاجه نظيفه اصلا من على الوش كده. وفوطة برضو تانية ودورت على كل الستيكر اللي انا لازقاه على الحيط. شفتوا المطبخ رجع جديد وبقى زي الفل ما شاء الله تبارك الله، ما خدش مني اي مجهود. مسحت الارضية بشوية كلور، دخلت مية تحت المطبخ لان المطبخ عندي مرفوع عن الارض ودي مشكلة. انصحك لو بتركبي مطبخ جديد ما تعمليش المطبخ يكون مرفوع، بيدخل تحته حاجات وكل شوية تنضفي وتعملي، بصراحة مرهق في التنظيف جدا.
ودلوقتي بقى ميعادنا مع ايه؟ غسل السجاد. مش كل سجاد البيت هيتغسل، سجادة المطبخ عارفين بقى اللي هو الطبخ بتاع الشهر بقى وكده، قلت هاخدها كده شطفة بسيطة. سجادة الصالة طبعا الأكل تبارك الله كان طول الشهر عليها، تكب عصير وحاجات فلا محتاجة تتنضف. والمشاية بتاعة دخلة البيت اللي هي الصغيرة الرفيعة دي، ده بس اللي هنغسله على العيد، وباقي السجاد بتاع البيت زي الفل مش محتاج يتغسل. جبت شوية مسحوق بودر العادي، ممكن تعملي برضو اللي هو المسحوق الجل، وزعناهم كده على السجادة. والأفضل إنك تدوبي المسحوق في المية الأول، ما تعمليش الشكل ده. علياء بقى هي اللي كانت بترش ده مش أنا، فقلت لها عليه بعد كده المفروض ان هو يتدوب وده افضل. يعني انا بقى مسكت الخرطوم الميه وقعدت اوزع الاريال او مش الاريال يعني المسحوق ده اوكسي، وزعته كده كويس. وبعد كده كمان بالفرشه قلت لعائشه امسكي بقى ايه وزعيهولي كده كويس عشان المسحوق يجي على كل اماكن في السجاد. وجبت شويه كلور وده للتعقيم وزياده نظافه، رحت حطاهم في شويه ميه كده حوالي لترين ميه، حطيت عليهم حوالي يعني نص كوبايه كلور. وبعدين هضيفهم بقى على السجادة كلها، بنسيبها تتنقع شوية وبعد كده بالفرشة تدعكيها بترجع جديدة كأنك لسه شارياها بالظبط. وهي دي طريقتي المعروفة بغسل السجاد. تمام التمام. بص بقى حبايبي، امبارح كانت ليلة 27. يعني في ناس كتير قوي يعني كانت بتجتهد انها تقيم ليلة 27، وناس كتير اجتهد انها تقيم ليلة 23 وليلة 21 وليلة 25. والناس والأحسن من ده ومن ده اللي اجتهدوا ان هم يقيموا العشر الأواخر كلهم. انا امبارح يعني كنت مصرة ان انا استطلع او ان انا اطلع فوق واشوف الشمس بتاعت ليلة القدر. الناس بتقول ده هي ثابتة، وهي ثابتة في ليلة 27، وهي اصلا مش متغيرة، وهي ثابتة كل سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وردت إن الشمس تطلع في هذا اليوم في صبيحة ليلة القدر، بتطلع إيه بقى؟ بيضاء لا شعاع لها. عايزة أقول لكم الشعاع خرم عينيا، يعني كان شعاع قوي جدا النهاردة اللي هو الصبح اللي هو يوم 27 بقى النهاردة. كان الشعاع قوي جدا، ما كانش فيه علامة واضحة خالص، كان السماء كلها غيوم. الجو امبارح كان برد، مع ان المفروض من علاماتها ان الليلة تكون طلقة لا حارة ولا باردة، بتكون معتدلة. وبصراحة يا بنات يعني كل واحد بيجتهد، وأنا كنت ملاحظة معظم العلامات كانت وردت في ليلة 23. ومش عارفة إذا كان في حد برضو لاحظ، كان في علامات كتيرة قوي يعني متطبقة على ليلة 23 فعلا. فإن شاء الله بإذن الله عايزة أقولك اجتهدي. احنا فايدة والله يا بنات لما توصلي لدرجة العبودية ان انتي مش مستنية اليوم ده عشان تدي ولا عشان مصلحتك، انا كل هدفي ان انا اقرب يعني يبقى في قربة لله عز وجل. انتي فرحانة بالعبادة، فرحانة بالصلاة، فرحانة بالقيام، فرحانة بالتلاوة القرآن، فرحانة بالدعاء والذكر، انتي مش مستنية حاجة، انتي مش بتاعت مصلحتك، انتي مش انانية، انتي مش مستنية يوم عشان تدعي لطلبك والحاجة اللي انتي عايزاها. لا، انا فعلا بعبد الله حق عبادتي، انا مش بعبد هذه الليلة. انا ماشي لما تيجي بقى فيها نفحات وعايزة الله يغفر لي فيها، الله يعتقني من النار، بس أنا بجتهد في العشر الأواخر كلهم. وتحسي بحلاوة العبادة وبلذة العبادة طول العشر أيام. وما تبصيش بقى ليلة القدر عدت ما عدتش، جت ما جتش، أنا بجتهد وإن شاء الله يعني تطلبي من ربنا يوفقك فيها ويشرح صدرك ويطلق لسانك للدعاء والعبادة فيها وخلاص. يعني واخدة بالك لما توصلي للمرحلة دي يبقى انت كده فعلا على الطريق الصح. يعني انت مش انانية او انت مش بتاعت مصلحتك، رايحة عشان تعبدي ربنا عشان الدعاء فقط وعشان عايزة حاجة بس في اليوم ده. فاهماني؟ ممكن يكون التعبير في الكلام مش جاي قادرة اجيبه، بس انا عارفة في حبايبي بيسمعوني هنا وهيفهموني قصدي ايه بالظبط. طلعنا نشرنا السجاد، الكلام ده كان بعد السحور مباشرة. المطبخ عملته كان في النهار عادي، وفطرنا ورحنا وصلينا وجينا. بصوا السجاد ما خدش مني بالظبط يعني والله يا بنات لو قلت لكم ساعة ونص بتخميره او نقعه في الكلور والحاجات دي بشطفه بتقطيعه فوق بنشيره، ما خدش اي وقت خالص. سبحان الله، بركة رمضان في كل حاجة، حتى في الشغلانة بتتقضي بسرعة وكل حاجة بسهولة. مين زي بقى شايلة هم ما بعد رمضان؟ يا ترى الأيام الجميلة دي هتعدي والأحاسيس والمشاعر والبركات والنفحات
اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم آمين يا رب العالمين. وهنا بقى زي ما بقول لكم فضلت بقى مصرة ان انا افضل لغاية ما اتفرج على الشمس كده يعني. ده تاني يوم بصراحة سيبنا الصالة بقى زي ما هي، شدينا بس كان المية بعد غسل السجاد. وده هنا تاني يوم. مين اللي فاكرة الكسوة دي؟ فاكرينها؟ عندي من سنين، بحبها قوي. اول ما فرشتها بدل التانية عشان غسلتها اللي هي الكفرات التانية، الولاد كانوا فرحانين جدا وقالوا فاكرة يا ماما، وكانوا فرحانين قوي بيها بصراحة يعني. قلت لهم طالما انتم مبسوطين كده خليها نعيد بيها كمان، مفيش فرق يعني، ممكن احط عليها الكفرات التانية. هنا بقى انا وعائشة كانت عليا راحة درس بقى في الوقت ده، قلنا تعالي يا عائشة بقى نشد شوية مية نظيفة، وانا عارفة ان انا هاجي تاني يعني مثلا لما اجي افرش بقى فرشة العيد والسجاد لما ينشفوا كده هروح شادة فيها شوية مية بمعطر كمان، وكده بقت زي الفل. انا كده بالنسبة لي خلصت تنظيفات العيد، طالما ان انا غسلت السجاد وبس كده البيت نضيف اصلا بصراحة، ونغير بقى الملايات كده ليلة العيد وخلاص، والدنيا هتبقى زي الفل. ليه؟ لان احنا قبل رمضان ما شاء الله عاملين تنظيفات عميقة للبيت مع بعض. انا بحبكم، يشهد الله اني بحبكم في الله. دمتم في امان الله. ما تنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش حبايبي، ما تنسونيش من الدعاء، ما تنسوش أهل غزة من الدعاء، ما تنسوش كل مكروب وكل صاحب هم إن هو يعدي عليه العيد وهو في أسعد حال وراحة بال. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.